السلام عليكم. تمريرة مع هبة. الأهلي يعمل افتتاحية خماسية حماسية. سيراميكا 5-2 للأهلي. اللي يشوف الشوط الأول ما يشوفش الشوط التاني لغاية قبل الضربة الثابتة بتاعت وسام فداء الأهلي وعاشقه الجديد. خلينا متفقين إن النتيجة الحلوة قوي دي والمبهرة قوي دي واللي بتخليك فخور قوي دي سببها يعني بنسبة 100% الشناوي المنقذ دائما عند الموعد. يعني وسام أخذ رجل المباراة لأنه ساهم في 3 إجوال، لكن انا شايفه ان الشناوي هو رجل المباراه الحقيقي، لان تصديات الشناوي في الشوط الاولاني اللي احنا كنا مغيبين تقريبا الفرقه كانت مخطوفه تقريبا ورجعوها لنا الشوط الثاني. سيراميكا حد ضحك عليه وقال له او هو صدق نفسه. صدق نفسه بمعنى ايه؟ هو فرقه جامده وسكواد محترم وكل حاجه، بس تقريبا من مباراه السوبر وفي اخواننا الاعلام بندق والناس دي حسسوه ان هو يعني كان محرج الاهلي وكده. احنا فعلا كنا مش في يومنا او ما كناش في الفورمه بتاعتنا، لكن ده ما ينسكش الاهلي وتاريخه اللي ما ينفعش اننا نغفله تماما. ما تفكرش تلعب لعب مفتوح مع الاهلي، وما تفكرش تكمل من الشوط الاول للشوط الثاني بلعب مفتوح عشان هتزعل، والنتيجه زعلت كتير كتير كتير، اكيد زعلتهم وزعلت خصومك او جماهير غريمه. الشناوي بيصد 3 اجوال محققه بنسبه 100%. يعني الشناوي انا شايفاه من اهم الحراس اللي بيعرف يصد انفرادات خطير، قائد عظيم يليق بعيين الاهلي. هو السبب ان خلاك تدخل في المباراه حتى قبل الشوط الاولاني ما يخلص بعد طبعا الجول بتاع الشحات اللي هو المفروض في اول 3 دقائق. قبل كده طاهر مع السيراميكا هو تقريبا ما بيعرفوش يلعبوا تحت ضغط الا لما لازم حد يدخل فيهم جول. الواحد بقى يعني يخاف ويتعقد من حته ان انت تجيب جول في الاول بعد كده نبدا مضغوطين مضغوطين مضغوطين. هم تقريبا كده يعني اللي سقوا فيها قوي، والسبب هو يوسف ايمن. وبرده مش عايزين نيجي عليه جامد الا لما ياخد فرصته كامله، لان هو دي في بدايته، وياما مدافعين ولاعيبه بيبقوا بدايتهم كده واحنا بنيجي لازم ما نجيش عليهم ونيجي معاهم في الدعم فقط لا غير، وشويه وهنشوف اللاعب ده يناسب الاهلي ولا لا. النتيجه 5 للاهلي 2 للفار. في النهايه عملنا 5 اجوال يعني سيمفونيه. الشحات جولين، وسام جولين، طاهر جول، وكل جول له حكايه وله روايه ويعني احنا داخلين كده على موسم ان شاء الله زي القمر ان شاء الله. طاهر اللي كان بيقابل سوء حظ الموسم اللي فات اشتغل على نفسه وصبر، والسنه دي داخل الموسم ده بتألق مش معقول، ولا ابدع ولا اروع. 7 مساهمات في 6 مباريات، 4 اجوال 3 اسيست. عامل ناس وسام دخل معاك من الميركاتو الشتوي في يناير اللي فات ومن نص الموسم واصبح وداخلها ايه ولع بقى من دلوقتي ومن البدايه. وان شاء الله الراجل ده يعني ربنا يبارك لنا فيه وخليه لنا، وابعدوا عن الاشاعات والكلام بتاع اللي احنا شفناه بتاع المهاجم ومش عارف ايه وجاي العروض. ابعدوا عننا المهاجم اللي حلت. الراجل واقف حبنا، سيبوه بقى، سيبوه لنا. 5 عليك من العين يا اهلي. بالتوفيق للقب ال 45 يحلق مع نسر الاهلي فوق الجميع. سلام.